ضيافه النبي 3 ايام، ما قالوا لناش كثر، ما قالوا لناش 4 ايام ولا 5 ايام. فوتي 3 ايام الحبيبه الغاليه، راكي وليتي منات الدار، وليتي وحده من الاسره. نوضي ديري لي الطابليه، ونوضي عاوني في الماعن، ونوضي غسلي الماعن، ونوضي جمعي فراشك وصبني شراوطك وجمعي بزاوزك. حبيبتي الغاليه انت ضيفه ولكن فوتي 3 ايام. ايوا انت اللي تفوتي الكونجي، انت كنتي كضربي تماره. هذيك المراه ما كانتش كتفوت، ما كانتش كضرب تماره. هذيك المراه كانت كتسنى جالسه مرتاحه، كتسنى حتى تجي لاله خيتي تفوت عندها الكونجي، حتى تجي كتسنى لاله خيتي حتى تجي من اوروبا باش تفوت عندك انت الكونجي. هما الخواتات الغاليات اللي ساكنين في بلاصه فيها البحر، هادوك خلاص، هادوك خاصهم يهزوا الفاليزات ديالهم من يقرب الكونجي ويهربوا شي بلاد ما فيها حتى شي واحد. هذه معاناه تعانيها مجموعه من العيالات ومجموعه من الاخوات. شوفي حبيبتي الغاليه، ضيافه النبي 3 ايام، فوتي 3 ايام نوضي توكدي معايا، ما بقيتيش ضيفه. باش انك تكوني ضيفه عند شي وحده، كتكوني ضيفه عندها بقوامها وبقواعدها وبشانها وبهمتها، ماشي غير اجي وكوني ضيفه. والصيف هذا حبيبتي الغاليه، الصيف هذا ما بغيناش حنا نبقاو في الدار ملمدين فارين ولابسين الباسات حتى لهنا وجلاط الطاير متجرجرين معانا. بغينا نلبسوا لي غوب، بغينا نلبسوا الشورطات، بغينا نلبسوا الصفيطمات، بغينا ندوروا عريانات كاع. فحبيبتي الغاليه هذا الصيف كيقول لك الصيف حبيبتي كل واحد كيشد اللط في دارو. ولكن حبيبتي الغاليه باش نخليو صله الرحم وباش انا نمشي ضيفه عند الناس والضياف يجيو عندي، عندها قواعدها، عندها احترامها، عندها صوابها. فحبيبتي الغاليه ضيافه النبي 3 ايام، الا سيرت فات 3 ايام ما بقيتيش ضيفه، وليتي منات الدار، وليتي وحده من الاسره. نوضي قفطي على دراعك، نوضي جمعي ليا وليداتك اللي طالقاهم، نوضي صبني شراوطك اللي رامياهم، نوضي جمعي فراشك اللي نهار ما طال هو مزربع، نوضي يا حبيبتي طيبي لوليداتك وطيبي لراسكم. مره قولي لديك منات الدار لا اليوم الحبيبه الغاليه انا غنطيب عليك، اليوم انا غنعاونك في المعانات. راه 3 ايام صافي، 3 ايام سالات الضيافه، 3 ايام الا باغا انت تضيفي 3 ايام سيري رجعي لدارك. باغا لا عجبتك المنطقه فيها البحر شدي الوطيل، ما بغيتيش روحي شري كري دار عطا الله ديو 400 درهم 500 درهم وكري وتبطحي وخلي كلشي مزربع وما تجمعي ما تخملي وفوتي كلشي على حقو طريقو. جايه من اوروبا حبيبتي الغاليه، واخا جايه من اوروبا واخا تكوني جايه تمين ما عرفت منين، انت هذيك مرا وانت مرا، ماشي انت تجي ترديها خدامه عندك. لحق انا جايه من اوروبا جايه نفوت الكونجي على هي شنو هي كتفوت العام كامل وهي ناعسه، ولا حتى هي كتفوت الكونجي، حتى وليداتها كيفوتوا الكونجي. فحباباتي الغاليات اليوم موضوع جد مهم، موضوع انا قررت انني نهضر عليه. واحد الاخت سميتها سلوى شي حاجه ما عقلتش، حطات لي قالت لي عافاك هضري لنا على سلسله السفر، وبديت انني نهضر على موضوع سلسله السفر من هذا الموضوع ان شاء الله. وغادي ندير لكم مواضيع اللي كلها متعلقه بالسفر باذن الله. ما تنساوش خواتاتي الغاليات لي لايك يا حبيباتي الغاليات، تشجيعات، كلمات ديالكم الطيبه اللي كتزيد تشجعني وكتحفزني. وايضا الا كنتي من الحبابات الغاليات ويعجبك المحتوى ديالي فضلا وليس امرا، ضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. قناه نحو السعاده دائما تحت شعار عاودوا مرايا. الا ما نفعتكش ما غنضركش الحبيبه ديالي، بلقي العوينات وفتحي الودينات يا حبيبتي الغاليه. الا كنتي كتمشي ضيفه عند الناس، الا كنتي كتمشي ضيفه عند عكوزتك ولا عند لوستك ولا عند والديك ولا ما نش عارفه فين كتمشي ضيفه، ولا كيجيو عندك الضياف، كنتي ساكنه في واحد البلاصه فيها البحر ولا كنتي ساكنه في واحد البلاصه سياحيه، خاصه صحاب الشمال صحاب الشمال كيكون عليهم هجوم. فحبيبتي الغاليه بغيتك حبيبتي تسمعي مزيان، لان كنديروا اخطاء في حق نفسنا بعض المرات وبعض المرات في حق الطرف الاخر. دابا غنهضر على الجزء الاول. ملي كتمشي ضيفه، انت غاديه ضيفه عند الناس حبيبتي الغاليه، هذيك الدار اللي انت غاديه فيها مرا بحالك بحالها، نفس القدرات، نفس المشاعر، نفس التماره اللي كتضربيها انت كتضربها هي، نفس المسؤوليات. فحبيبتي الغاليه ملي كنمشي ضيفه عند شي وحده، اول حاجه حبيبتي الغاليات اللي كنتمنى انكم ديروها هي انك انت غادي تفوتي كونجي عند واحد المراه، وهذيك المراه فتحات لك بابها. بما انها فتحات لك بابها راه كتبغيك، لان في هذا الزمان اللي ولينا حنا فيه راه ما كنبغيوش الضياف، راه ما بقاوش كيبغيو الضياف وصله الرحم. كتقول لك واحد يشد تقارو ما عندي ما ندير بيك. ولكن بما انها فتحت الباب واستقبلاتك حبيبتي الغاليه، فاول حاجه شنو هي انني كنعاون كي شي ناس في المصروف في دارك. واش كتكوني جالسه بالجوع؟ ما كتكونيش جالسه بالجوع، كتكوني كتاكلي وكتشربي، واراك اللحم واراك الحوت واراك العواصر وكل شيء كتجيبيه لدارك. كتمشي عند الناس كتبغي ديري زعما شنو التوفير. لا انا جايه عند الناس، انا ضيفه وضيافه النبي 3 ايام. فوتي 3 ايام يا حبيبتي، نوضي جمعي روحك 3 ايام. الا دارت لك الشربه بالحليب غزات فيك، دارت لك مرقه باي غزات فيك، دارت لك مانيش عارفه شنو دارت لك، ما فرشاتلكش غزات فيك. لان حبيبتي انت جالسه عند ديك المراه فوق 3 ايام، فغتنوضي تقعدي، غتنوضي توصي راجلك. شوفوا مولاي السلطان، انا عند واحد المراه كناكل وكنشرب وحنا جايين، واحد المرات كنشوف اسره 5 النفوس فيها راجل ومراه وبزاوز وجايين جالسين
ما خصهم حتى خير. كينوض الصباح كيضرب يطرد الحليب، مناضله الا خاصها قرعه خاصها 3 قراعي. الا ديك المره كانت كدير طريف تاع اللحم خاصها الكيلويات ديال اللحم، وخاصها الدجاج، وخاصها الحوت، وخاصها الا كانت كدير نص كيلو ديال الحوت كتولي دير كيلو ديال الحوت. هذه راه حقيقه مره يعيشوها الناس اللي كيجيو الضياف كينكبوا عليهم. فحبيبتي الغاليه ملي كنمشي عند شي وحده كنكون كاين شي ناس، كاين شي متولات، كنوصي داك الراجل كاع الا بغيتي تجيبي ديك التقضيه كامله مكموله خارجه، مره نجيب معايا كيلو د اللحم، مره نجيب دجاجه، مره نجيب شويه ديال الديسير، مره نجيب الحوت. ماشي انت داخله خارجه كيدلو وجالسه انا راني ضيفه. انا شوفي الا دارت معك شي تصرف فانت تستحقينها حبيبتي الغاليه. ملي كنمشيو عند شي واحد، مشيت انا عند عكوزتي، مشيت عند لوزتي، مشيت عند طفلتي، مشيت عند هذا الانسان كيف ما كان، حتى عند والديا، ما كنبقاش انا ناعسه حتى 12 وباغا انا نغير الروتين ديال دوك الناس. جيتي لديك الدار ولقيتي دوك الناس كينوضوا بكري، غنولي نوض معاهم بكري. جيت لقيت ديك الدار كينعسوا معطلين، ما غاديش هما كينوضوا حتى 12 وانا ناضا عند بونبير، لان انت ماشي مولات الدار، انت ضيفه حبيبتي. فملي كنجيو شي دار كنحترموا دوك الحوايج اللي هي عندها في دارها، لان ديك الدار ديالها هذيك مولات الدار ماشي ديالك حبيبتي، انت غير ضيفه جايه عندها. حاجه اخرى ملي كتولي حبيبتي كتفوتي 3 ايام، كاع 3 ايام لما تطيحي السر والملح وما ديري حتى شي حاجه جات عليك، راكي عاد ضيفه. كتفوت 3 ايام حبيبتي الغاليه كتنوضي تعاوني، كنتي في الشقه. على الاقل حبيبتي الغاليه حنا ما قلناكش غادي تطيحي الحيوط، ولكن على الاقل غتجمعي فراشك، على الاقل غادي تعاوني تغسلي مره الماعن، مره طيبي، مره تسيقي. غير هي ما غاديش تقول لك حبيبتي نوضي جبدي لي القنوت، ولكن شويه تنطلق يدي ونطلق جيبي ونطلق البشره ونطلق المعامله الطيبه. راه كاين بعض الاخوات اللي جايه هي عند عكوزتها، هي جايه عند عكوزتها وباغا هي تحكم في الدار وما تخدم شغل، ومقرصه الراجل على انه ما يصرفش، وكتقول لك علاش الناس ما بقاوش باغيين يجيو. ما بغاوكش، راه بالسيف ما غيحملوكش، لان انت اصلا ما عارفاش شنو هي القواعد ديال ضيفه. راه الدين ديالنا الحنيف قال لك الا جيتي دقيتي في الباب وما بغاش يحل عليك مول الدار راه من حقه. هذاك الوقيته اللي جيتي انت جا طالع له الدم. اصحاب صله الرحم، صله الرحم موجوده، ولكن الا مشيتي عند واحد الانسان وما بغاش يدخلك راه من حقه ما يدخلكش. مريض مديرونجي طلع عيشه قنديشه مع راجلها، فانت جايه في ديك اللحظه باغا تضيفي، هي ما عندهاش الكانه ليك. فحبيبتي الغاليه خاصنا حنا كمجتمع مغربي، خاصنا وحنا كعيالات وكامهات خاصنا نعرفوا هذه القضيه. كيوصلونا في وسائل التواصل انت غاديه عند عكوزتك راجل ومراه قداش كبار، يعني واحد الرجل وواحد المراه اللي هذيك المراه راه يعني تبارك الله غادي يكون ولدها الكبير عنده 60 عام، وانت جايه بكل تبارك الله عليك وجالسه وكتسناي ديك المراه، ديك القرشه، ديك المراه الكبيره في اللاج، هي تنوض طيب لك، وهي تنوض تجمع لك فراشك، وهي تجمع لك دوشك، وهي تصبر لك شراوطك، وكتقول لا حبيبتي راه غيجي واحد الوقيته انا غنكون بلاصتك العكوزه. فملي كنمشيو شي دار وكنلقاو فيها ناس كبار كتنوض تقفط على دراك من نهار الاول، ما كان ضيافه النبي 3 ايام ولا 4 ايام. ملي كنمشي شي دار وكنلقى فيها بنيتات، فيها الويسات، فيها يعني فيها الناس اللي كيخدموا الشغال موالفين، كنعاون، ماشي كندير فيها ماشي ندير فيها باطمان كاع من ندير الماراطون انايا، لا كنعاون، كندير داكشي اللي قديت عليه، ولكن كنحط يدي حتى انا في الماء. خوات اللي ساكنين في المنطقه اللي فيها البحر راه كيشيبوا مع الضياف، كتلقاي المراه كتنوض مسكينه الصباح كتوجد الفطور، داك الجمهور العظيم اللي عندها كيفطر كيمشي يتبحر، هي الله سيقتو جمعه في الدار، لان ديك المراه ملي كتكون عندها داك الجمهور مشيب لها العقبه راه كتكره شي حاجه كاع سميتها البحر، كتكره علاش انها تكون في واحد البلاصه فيها البحر. كيجيو مع الربعه مع الخمسه بطروباتهم بصنادلهم بجين بروينتهم. كاينه المراه اللي ما كتنوضش تصبن حوايج وليداتها على حق راها ضيفه. والله حبيبتي الكريم، الله يا بنيتي وانت ضربي في قد فراسك. الضيافه عندها قوانينها وعندها قواعدها وعندها احترامها. الا بغيتي تكوني عزيزه على الناس ويبقاو يتسناوك من تجيو يفرحوا بك وتلقايهم فرحانين انك جايه، خاصك اصلا تعرفي شنو هو قواعد الضيف. وانتي تيتينيني ما تصرفي ما تعاوني ما، وكاينه اللي زايدها باللسان السليط ودفي على الهضره وبزوزها كيكونوا ما مربيينش وكاع هادشي كامل، وخاصك تقبليها باش تسمي انك بنت الناس وبنت الخير، وباش تسناي انك كتسمي انك درتي خليتي صله الرحم. الا ما درتيش هادشي فانت انسانه ماشي هي هذيك. غنهضروا على النوع الثاني اللي حبيبتي الغاليه. حنا هضرنا دابا ملي كنمشيو كضياف، وهنا تفكرت واحد الحاجه، لان بزاف الاخوات كيمشيو ضيفات عند الناس وما كديرش حوايجها، كتمشي تماك عطاوني واحد الشورت، جايبه شورت هي غضرب 20 يوم هي ولا شهر، جايبه شورت واحد معاها، جايبه بيجامه وحده معاها، جايبه شال معاها واحد، صافي غير كدير عطاوني هذه ديروا لي هذه. حبيبتي دي شراوطك معاك، دي حوايجك معاك،
دي مشطك، دي مكياجك، دير بوجهك كامل. وان شاء الله غادي ندير لكم الفاليزه اللي اهم من الاشياء اللي خاصها ديها كل امراه عندها وليداتها، الاشياء اللي ضروري انها تكون عندك في كما نقولوا في حقيبه السفر ان شاء الله. ولكن الا شجعتوني، الا عطيتوني لي لايك بزاف وعطيتوني الكلام الطيب بزاف، بطبيعه الحال غنكمل في هذه السلسله. دابا غنهضروا على النوع الثاني الحبابات الغاليات اللي كيجيو عندها الضياف. هضرنا على من كتمشي ضيفه وهذيك اللي كيجيو عندها الضياف، هذيك العاده بالاسود. شوفي حبيبتي الغاليه، هذيك انت اللي كيجيو عندك الضياف، كاينه بعض المرات ديك المراه حتى هي كتفكر تمشي كانت ساكنه في الفنادق، كتفكر تمشي للاقشور، كتفكر تمشي للحسيمه، كتفكر تمشي تجي لوجده. عندي حبيبتي الغاليه توحشتني بغات تجي تشوفني، فكتكون دايره هي واحد البروغرام. كتجي واحد العائله المحترمه، تقدر تكون الزوج ديال عائله زوجها، تقدر تكون عائلتها، تقدر ما عندهمش اصلا هما احترام الخصوصيه ديال الطرف الاخر. كتجي معوله انها تضرب عندك شهرين، شهر 7 و8، حتى كيقولوا الوليدات الله اكبر دخلوا تقراو، صافي انت كتلقاي راسك فوتي شهرين كاملين وانت كتضربي في تماره. فحبيبتي الغاليه الا جاو عندك بحال هذا النوع ديال الضياف، بحال هذا النوع اللي ما كيعرفوا يصرفوا، اللي ما كيعرفوا يعاونوا، اللي ما كيعرفوا يعطيو كلام طيب، راه كاين الضيف ملي كيجي عندك كتولي تحس به انت خوك اختك، كتولي ما حاساش بشي حساسيه تجاهه، كتقولي يا ريت ما يمشيش، كتولي كتخرجي معاه، كتدخلي معاه، كتاكلي معاه، كتضحكي معاه. ولكن كاين شي وحدين راه كيدير لك الاراره في راسك، راه كيكرهك في الحياه، راه كيخليك انت وراجلك هكا، كيخليك كرهتي وليداتك، كيخليك فوتي داك الكونجي مغصوب. علاش؟ لان كاين عندنا واحد النوع عجوزه وطفايلات جايين عند العروسه، فكيعتبروها خديمه ديالهم. التريكه ديال البزاوز والمسيو والاخر جايب التريكه ديال البزاوز وجايين قال كيتبحروا عند العروسه، وديك العروسه مفروض عليها انها تطيب وتعجن وتضرب تماله وتبقى ملمده وما تضحك وما حتى شي حاجه، وبالتالي الكلام الطيب ما يكونش. ملي كيجيو عندك هذا النوع ديال الضيافه حبيبتي الغاليه، كنولي الا كان عندك هذا النوع، ونتمنى اخواتي يفهموها بطريقه صحيحه، لان عندي هنايا شي بوكليغ كيفهموها بالمقلوب. فحبيبتي ملي كيكون عندي هذا النوع ديال الضياف اللي ما كيحترموش الخصوصيه، اللي ماشي انني جاي ضيف كنعاون وكنصرف وكنضرب واحد 20 يوم كاع واحد الشهر وبسلامه اختي، الشهر الاخر ديالك انت والزوج ديالك انت ووليداتك، ما عندوش هذه القضيه، هو ما داخلالوش الكوكو ديالو. هذا حبيبتي كثري لهم مرقه باي باي، وما ديريش اللحم وما ديريش الدجاج، اعطيه الجفاف، الكاش خاصها تبقى خاويه. هذا رميلو الحاف ينعس عليه. صراحه راه بحال هذا النوع، راه شتي اخوات هضروا معايا، وحده بعدا واحد الاخت دارت عندي حصه كتقول لي عائله الزوج ديالها كلهم في العروبيه، كتقول لي البنت اللي بغات تقرا في لافاك كتجي تطلع عندها كتقرا، كتكمل ديك 3 سنين كتقلب وجهها. شنو كيسميو ديك العروسه؟ انها ما تعاملتش مع بنتنا مزيان. تبارك الله عليك، شاده لك بنتك 3 سنين، قرات العام الاول ما بانلكش انها ما مزياناش، العام الثاني ما بانتلكش ماهاش مزيانه، العام الثالث ما بانتلكش مزيانه، حتى سالات عاد بانت لك ماشي مزيانه. فحبيبتي الغاليه كاين شي ناس ما كاينش معاهم الخير، كاين شي ناس خاصك توقفي كل واحد عند حدو. جيتيني ضيف مرحبا بك، ولكن حتى انا راه عندي حق نمشي ندير كونجي، حتى انا عندي حق نرتاح، حتى انا عندي حق نلبس الشورت والصيفط ما بداري، حتى انا عندي حق نتعرى كيما بغيت، حتى انا عندي حق نجلس واحد الوقيته انا نفوت واحد الكونجي انا والزوج ديالي واخا غير سيمانه. راه هادشي كيعانيو بزاف الاخوات، كاين بزاف الاخوات اللي كيجيو من الخارج، كتلقاي عام كامل هو في الغربه كيضرب في التماره على قلبه، كيجي كيفوت داك الكونجي كيقول انا نفوتو في وسط الحباب. فهذيك مره واحده حتى هي تركب في الطوموبيل هي وراجلها وتمشي تجلس في قهوه ما كايناش، غير كتحل باب الطوموبيل كتلقى كلشي دخل معاها، الكاشما كامله دخلت معاها، كلشي باغي يسافر، كلشي باغي يخرج. راه حنا ما كنحترموش الخصوصيه ديال الطرف الاخر. فحبيبتي الا كنتي ضيفه قومي لي بالقواعد ديال الضيفه، ما تكونيش ديك الضيفه الخماجيه، ديك الضيفه اللي غتطلع لي في راسي. ولا كنتي كيجيو عندك الضياف نحترمهم ونقدرهم ونكبر بهم الا كانوا كيستحقوا، ما كانوش كيستحقوا راني قلت لك واش ديري؟ هربي، ما يشبع في كرشو، ما يرتاح في نعاسو، ما ندير جهدي اكثر من جهدين. لان كاين واحد النوع من واحد النوع ما خدامش مع هذا الشيء. يجوني صحابات الضيافه، لا الكرم هضرت عليه، والضيافه واحد الحاجه زوينه، وانني نكبر بالانسان ونضيفه كل شيء زوين، ولكن كاين بعض الاشكال لا 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 حبيبتي، كاين بعض الاشكال تخيلي معايا انت حياتك كامله كل عام كتفوتي شهرين كحله بحال هذيك، كيفاش غادي تكوني انت؟ جاوبيني انت كيفاش غادي تكوني؟ الا كنتي ساكنه في واحد المنطقه بحالي غادي تهربي، كنتي كتجي من اوروبا كل عام غادي ما تبقاش تجي كل عام، كنتي كتجي للمغرب غتولي هاربه ما عرفت فين، هاربه للصين ولا هاربه لليونان، ما باغاش تولي انت تجي للمغرب، كتقولي عك ما نشوف انا كاع هاد الحباب. فحبيبتي الغاليه نحترم دوري انا كضيفه ونحترم كيلاش الضياف، خلي راسك عزيزه، خلي راسك غاليه،
خلي راسك في مقام زوين، خلي راسك من تقولي للناس الو انا جايه عندك يبقاو فرحانين يتسناوك فوقاش تجي. ما تكونيش ديك الضيفه الثقيله، ما تكونيش ديك الضيفه اللي كتكرهي الناس في هذاك الكونجي وفي الصيف وفي كل حاجه. فحبيبتي الغاليه كنتمنى هذا الفيديو ديالي يكون خفيف ظريف على قلوبكم. وحبيبتي الغاليه راه هذيك اللي كتبغي البحر ما كاينش البحر غير في ديك البلاصه اللي عندك فيها مرت خوك، راه كاين بحوره في بلايص اخرين. ديك اللي كتبغي تخرج مع كسميتها مع عروستها وماشي ضروري انك تخرجي كل نهار، فحبيبتي كنخرج نهار معاهم كاع سيمانه جوج سيمانات، ولكن مره نخلي ولدي حتى هو يعيش حياته، حتى هو يعيش واحد جزء من حياته كما كنتي الحبيبه ديالي تاتي عايشاها مع الحاج، وتاتي خارجه وتاتي داخله وتاتي لابسه، لان حنا العيالات كلشي باغي نحكموا وكلشي باغي نلبسوا وكلشي باغي نتولوا. علاش الحاجه كنبغيها لراسي وكنبغيها لبنياتي ولكن المراه الاخرى ما كنبغيهاش؟ علاش؟ هذيك الانانيه اللي فينا هي اللي خلاتنا عايشين بواحد الصراع نفسي، اللي نبغيه لنفسي نبغيه للطرف الاخر باش نعيش مرتاح. صافي اخواتاتي، كنتمنى ان هذه الحلقه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والى اللقاء.